طب عشان دي من اكتر الكومنتس اللي بتجيلي الصراحه، اللي هو انا محتاج اتعلم، انا محتاج ابدا، انا مش عارف ابدا منين في التجاره الالكترونيه، مش عارف اشتغل ازاي. طب انا لو معيش راس مال كفايه. اسئله من النوع ده كتير جدا، فانا هرد عليها في الفيديو ده. فهو معلش لو هو هيبقى طويل شويه. هقسم الموضوع لحتتين. الناس اللي هي ربنا رزقها ومعاها انها مبلغ معين، سواء دولار او مصري او كريدت كارد، انها تبدا بيه. والناس اللي لسه بتحاول انها تجتهد ومعهاش المبلغ اللي تبدا بيه في التجاره الالكترونيه او تقدر انها تحط راس مال. خلينا نبدا الاول بالناس اللي هي عايزه تبدا ومجتهده وعايزه انها تبدا انها تعمل حاجه في التجاره الالكترونيه او اونلاين، وعايزه تشتغل اونلاين ومعهاش راس مال. حلك الوحيد انك تبدا ان انت مبدئيا، بس قبل اي حاجه انت هتلاقي كميه ناس على السوشيال ميديا، وانا اكيد واحد منهم. يعني مثلا انت شفتني على الفيد مثلا عندك بيتكلموا على ازاي ممكن تعمل فلوس اونلاين مثلا. انت اهم حاجه بالنسبه لك انك اول حاجه محتاج تبقى عارف انت هتخش في ايه. اليوتيوب، لو انت عديت بس اول بيج وعديت حته ان انت تتفرج على فيديو لمده دقيقه او دقيقتين على انستجرام وعلى تيك توك، واتفرجت على اليوتيوب شويه، هتلاقي كميه معلومات الناس بتديها على شغل اونلاين كتير جدا 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 جدا، وتقدر انت تتعلمها من اليوتيوب بس. حاجات بقى زي ايه؟ زي ان انت تبقى فريلانسر وبتشتغل، بتحط السيرفيس بتاعتك او الخدمه بتاعتك بفلوس بالدولار على ويب سايتس معينه. زي ايه مثلا؟ عندك ويب سايت زي ابورك، عندك فريلانسر دوت كوم. مش هتكلم على فايفر عشان فايفر ده تبع البلد النكس، ما علينا من ده. فمثلا ابورك، انت ممكن تخش وتبص على اليوتيوب ايه هي احسن شغلانات موجوده على ابورك، وتشوف لسته. اختار واحده كل اسبوعين او 3 اسابيع او شهر، واتفرج على كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب اللي ليها علاقه بالموضوع ده. انا طبعا بتكلم دلوقتي مع حد معهوش راس المال ان هو يبدا في حاجه. فلنفترض ان انت اخترت مثلا كرييتيف ديزاين، ان انت عايز تتعلم ازاي تعمل ديزاين، تعمل لوجو، تعمل الحاجات دي كلها، وتبدا انت تتعلم. وفي طبعا ويب سايتس كتير جدا ببلاش، حاجه مثلا زي كانفا بيديك حاجات ببلاش تقدر انت تعمل عليها شويه ديزاينز. وتتعلم ازاي تعمل ده، وتبدا تعمل اكونت على الويب سايتس دي، وتبقى فريلانسر، وتخلي السعر بتاعك في الاول قليل جدا عشان الناس تبدا انها تشتغل معاك، وتبدا انها تشوف شغلك، وتبدا انها تكبر فيها واحده واحده. قيس بقى على موضوع الكريتيف ديزاين او انت تعمل ديزاين على اي حاجه بقى، على كذا نوع شغل تاني. فانت ممكن تبقى فيديو اديتور، يعني اي شغلانه موجوده على ابورك بتقدم سيرفيس تقدر تتعلمها في الاول كبدايه، تتعلم جزء منها على اليوتيوب، وبعد كده تبدا انت تنمي بيها نفسك بانك تاخد بقى مثلا كورس ادفانسد مثلا عليها شويه، تبدا انت تتعلم فيها اكتر وهكذا. فبدايه اي حد معهوش راس المال وعايز يبدا في التجاره الالكترونيه، ممكن يبدا ان هو يبيع خدمه، مش دروب شيبينج ومش برودكت، مش اي حاجه من الكلام ده. لازم هيبدا ان هو يبيع خدمه. طبعا انا بتكلم على الناس اللي هي مش حابه انها بقى تخش مثلا سوشيال ميديا وتطلع وتتكلم في فيديو ويبقى عندها فولورز وتبيع، تبدا انها تبيع منتجات ناس تانية بانها تاخد كوميشن. انا مش بتكلم على دي كيس تانية خالص. دي البدايه لحد معهوش راس المال. طب لو حد بقى معاه مثلا فلوس، ربنا كرمه مثلا بشويه راس مال يقدر ان هو يشتغل بيها، عندك بقى اوبشنز ثانيه كتير برضو. في مثلا جزء اللي هو اللي انا بتكلم فيه، اللي هو دروب شيبينج او تعمل براند اونلاين. وراس المال بتاعه انا عندي كذا فيديو على اليوتيوب تبدا بايه، بس هو يعني ملخص الموضوع ممكن تبدا من 500 لغايه 800 دولار لو انت قادر انت تعمل حاجه زي كده، فبتبيع برودكتس اونلاين. شرح بقى الكلام ده كله موجود طبعا على كذا بلاتفورم عندي على السوشيال ميديا يعني، وعندي كورس عليه. بس غير ده، في بقى انت ممكن مثلا لو انت عندك القدره انك تعمل براند كامل، فانت مثلا تتكلم بقى مع علي بابا وتصنع برودكت معين، او تشوف برودكت هو عامله وتجيب منه كميات وتشحنه بقى على مخازن في امريكا، وتبدا تعمل اعلانات على فيسبوك والناس تبدا تشتري من هناك. ده برضو ده علم كامل كبير جدا جدا. لو هو معاه راس مال، دي اكتر حاجه انا بنصح بيها، وبرضو بشرحها في الموديولز بتاعتي، او بس بشرحها في البلاتفورمز عندي انا يعني. لو انت عندك الانفورميشن مثلا، لو عندك معلومه، او انت اكسبيرينسد قوي في حاجه معينه، ممكن تبيعها كانه ديجيتال برودكت. يعني ايه؟ اللي هو الحاجه برضو من الحاجات الترندنج جدا جدا، ان انت تبيعه ككورس، انك تعمل كورس كامل على حاجه معينه وتبدا انت تبيعه. بس لازم ساعتها يكون عندك عدد فولورز معينين، وتصرف اكتر على فيسبوك عشان تعلن عن الكورس بتاعك ده وهكذا. بس عشان ابسطها لك خالص، يعني انت لو فعلا عايز تتعلم حاجه او بتسال تبدا ازاي، مفيش غير الوقت اللي انت هتحدده لنفسك
انك تفضل تتفرج على فيديوهات على اليوتيوب في الاول، تسمع من الناس بتقول ايه، تتعلم منهم، تشوف مين اللي انت مرتاح في طريقه الكلام بتاعته، حاسس ان هو بيديك معلومه مفيده، وتقعد بقى بالساعات قدام اليوتيوب لحد ما تلاقي الحاجه اللي انت فعلا عايزها. غير بقى كل ده برضو جزء الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس. انت ممكن في حاجات معينه تبدا انت تشتغل فيها فعلا، بس تخلي الاي اي اللي يعملها لك. مثلا ناس نفسها تكتب مقالات، عايز تكتب مقالات ومحتاجه حد يكتب لها بلوج بوست مثلا على السوشيال ميديا، على تشات جي بي تي تقدر انت تتعلم ازاي تكتب بلوج بوست، وتبقى انت بتعمل السيرفيس دي لحد، وفي الاخر الاي اي اللي بيعملها لك مش انت اللي بتعملها. وقيس برضو على ده حاجات كتير جدا جدا جدا. بس في الاخر بدايه التعليم على التجاره الالكترونيه عامه، او انت تعمل بيزنس اونلاين، بيبدا دايما بان انت تفضل تتفرج على فيديوهات ناس بتعلم او بتدي educational content او محتوى تعليمي، اللي هو الناس كتير جدا جدا ممكن تكون بالنسبه لها حاجه بيتخانقوا منه بسرعه، عشان بيبقى المحتوى التعليمي طبعا ساعات بيزهق شويه. بس هي دي للاسف دي الحقيقه اللي هي بسيطه جدا، بس في نفس الوقت هي صعبه وبتاخد وقت وبتاخد مجهود لحد ما تلاقي الحاجه اللي انت فعلا عايز تبدا تشتغل فيها. فرب اكون رديت عليك.